بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وطلابي طلاب تانية ثانوي، إن شاء الله هنكون مع بعض السنة دي. معاكم دكتور إبراهيم هنداوي. هنكون مع بعض لأول مرة في مادة التاريخ إن شاء الله. مادة التاريخ طبعا أكيد الناس العلم زعلانين، يقول لك ده أنا رحت علمي عشان أخد أحياء وأهرب من التاريخ. إحنا جينا وراك، ما تقلقش، بنحبكم يعني. عموما مادة التاريخ المقررة عليك السنة دي تاريخ إسلامي لذيذ جدا وبسيط ومعلومات جميلة، معلومات عامة، ما تصعبش الدنيا عليك. سم الله ونبدأ مع بعض. احنا عندنا وحدتين في الترم الأول، بنتكلم عن شبه الجزيرة العربية قبيل ظهور الإسلام أو قبل ظهور الإسلام، وبنتكلم عن الفتوحات الإسلامية والحاجات دي كلها. كلام بسيط خالص، ما تقلقش. يلا يا أبطال شد مع بعض. أول محاضرة مع بعض في التاريخ. الفصل الأول بيتكلم عن حضارات شبه الجزيرة العربية قبل أو قبيل ظهور الإسلام. تعالى كده يا أبطال نقرأ مع بعض ونشوف. بيقول لك تعد شبه الجزيرة العربية جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحضارة قبل الإسلام. خلاص كده ركز معايا. شبه الجزيرة العربية قلنا شبه لأنه مكان يحيط به الماء من 3 جوانب، وهنشوف دلوقتي على الخريطة مع بعض. حيث شهدت استقرارا بشريا منذ آلاف السنين. أقف هنا. معنى أن كان شبه الجزيرة العربية فيها استقرار بشري، ده من عوامل قيام الحضارة. علشان كده قامت حضارة في شبه الجزيرة العربية. حضارة ليه؟ لأن كان فيه استقرار بشري، وإحنا نعرف أن المكان اللي فيه استقرار بشري البشر اللي فيه هيعيشوا باطمئنان، هيقدروا يستثمروا ويستغلوا الموارد المتاحة ويقيموا حضارة. تمام. فاستوطنها العرب وهم أمة سامية، نسبة إلى سام بن نوح عليه السلام أصل العرب. وأنشأوا على أرضها ممالك ومدن. إيه ممالك دي؟ مملكة هي دولة أو كيان سياسي مكتمل الأركان. كلمة مملكة تحكم بنظام ملكي موروث، مكتملة الأركان، فيها الملك، فيها جيش، فيها كل شيء. خلاص كده دي المملكة غير المدينة. تمام. اعتمدت على استثمار الموارد والتواصل مع الحضارات الأخرى. استثمار الموارد يعني كانت غنية بالموارد، فيها موارد بدأوا يستخدموها عشان يقيموا حضارة. التواصل مع الحضارات الأخرى، خد بالك من كل كلمة احنا بنقولها. معنى ان الحضارة في شبه الجزيرة العربية كانت متواصلة مع الحضارات الأخرى، يبقى ده يخليني أدي هنا سؤال وأقول سين. الحضارة في شبه الجزيرة العربية كانت منفتحة. شبه الجزيرة العربية كانت منفتحة، صح ولا غلط؟ صح. شبه الجزيرة العربية كانت ذات حضارة تتواصل مع الحضارات الأخرى ولم تكن منغلقة. تمام. تعال بعد كده نشوف بقى ايه اللي هيحصل. انا عايزك تاخد بالك معايا في حاجة. بص معايا الأول على الخريطة. شبه الجزيرة العربية زي ما انت شايف يحيط به الماء من 3 جوانب. خلاص كده تمام. ركز بقى. بيقول لك حصل هنا ايه؟ اقاموا ممالك ومدن في شبه الجزيرة العربية. فين الممالك؟ في الجنوب تحت في اليمن 3 ممالك، من الشمال الى الجنوب معين وسبأ وحمير. دول فين؟ في الجنوب. وعندي في الشمال، في شمال شبه الجزيرة العربية في الشام 3 ممالك: تدمر، الأنباط، الغساسنة. وفي واحدة في الشمال فوق في العراق، الحيرة. خلاص كده. يبقى أنا عندي هنا، بص معايا كده، أنا عندي
في الجنوب تحت اليمن فيها كام مملكة؟ 3: معين وسبأ وحمير. وعندي في الشمال 4 ممالك، 3 في الشام وواحدة في العراق. فين اللي في الشام؟ اهي الشام اهي: تدمر، الغساسنة، الأنباط. الرابعة في العراق اسمها ايه؟ الحيرة. يبقى الممالك عندي فين في شبه الجزيرة العربية؟ في الشمال والجنوب، فوق وتحت. امال المدن فين؟ المدن في الغرب، في غرب الجزيرة: يثرب اللي هي المدينة المنورة، ومكة، والطائف. انا مش هشتغل على ده دلوقتي، دول مش هشتغل عليهم دلوقتي، خلاص كده اهو. انا عايز اشتغل على الممالك. ركز بقى معايا كده، انا عايز اشتغل على الممالك. خلاص ركز بقى معايا. انا عندي في الجنوب اليمن، وفي الشمال الشام والعراق. عندي تحت في اليمن في الجنوب 3 ممالك، من الشمال الى الجنوب: معين، سبأ، حمير. يلا نشوفهم كده. اول واحدة مملكة معين، قال لك من 1300 قبل الميلاد الى 630 قبل الميلاد. لما تيجي تطرحهم من بعض عشان تعرف هي استمرت حوالي كام سنة، هنلاقيها هذه المملكة استمرت حوالي 670 سنة. جميل. هي فين؟ انا عايزك تصور بعينيك الخريطة. التاريخ قائم على انك تتصور عشان تاخد بالك من الاسئلة، لان هيجيب لك خريطة ويسألك عليها. ركز معايا. موقعها منطقة الجوف باليمن. كلمة الجوف يعني داخل. خلاص كده. ادي معين، ادي معين. عاصمتها مدينة قرناو. ما قالش في الكتاب بتاعك غير المعلومتين دول. يبقى انا هصور بعينيا خريطة شبه الجزيرة العربية. في الجنوب تحت اليمن فيها كم مملكة؟ 3. من الشمال للجنوب: معين وسبأ وايه؟ وحمير. خلاص كده تمام. مملكة معين الراجل قال لك موجودة في جوف اليمن، داخل اليمن. خلاص كده. طيب ايه العاصمة بتاعتها؟ قرناو. ما قالش اكتر من كده. لكن تعالى بقى وركز معايا في مملكة سبأ، هي دي اللي فيها الشغل كله بقى. مملكة سبأ من 800 قبل الميلاد ل 115 قبل الميلاد، استمرت حوالي 685 سنة، وتعد أطول الممالك أعمارا في الجنوب. ركز معايا الأول، عايز أقول لك على حاجة، خد بالك. اليمن بتقع جنوب غرب. بتقع جنوب إيه؟ جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. بتقع جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. تقع اليمن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. طب ومملكة سبأ تقع ايه؟ تقع سبأ جنوب غرب اليمن. خلي بالك من اللي انا بقوله لك كويس جدا. يبقى تقع اليمن جنوب غرب ايه؟ شبه الجزيرة العربية. وتقع سبأ جنوب غرب اليمن. كويس. مملكة سبأ دي بقى هنشتغل فيها. خلي بالك معايا، مهمة جدا 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 جدا. اللي في ايه؟ اللي في الجنوب دي بقى. بص، مملكة سبأ يا سيدي موقعها جنوب غرب اليمن. عاصمتها مدينة مأرب. ليه سموها كده؟ نسبة إلى السد اللي كان فيها، سد مأرب. من أشهر ملوكها الملكة بلقيس، ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة النمل. قصة الهدهد مع سيدنا سليمان وجدته وقومها يسجدون للشمس من دون الله إلى آخره. أنا عايزك تاخد بالك من حاجة. معنى إن أنا أقول إن في سد
السد ده معناه ايه؟ شوف بقى بيقول لك ايه، اشتهرت بوجود سد مأرب والذي كان انهياره سببا في هجرة العديد من القبائل الى اجزاء متفرقة في شبه الجزيرة. بص بقى وركز معايا، معنى ان نقول سد ماء، السد ده يبقى بيساعدهم على الزراعة، هيبقى عندهم مياه طول السنة. فمملكة سبأ اشتهرت بالزراعة. خلاص كده، انهيار السد، حصل انهيار في السد، الناس كلها تفرقت وسابوا المكان. هيروحوا بقى لمكان واحد ولا الى اماكن متفرقة؟ لاماكن متفرقة. زي ما هديك مثال، لما حصل حرب في سوريا كلهم جم مصر؟ لا، في اللي راح مصر، في اللي راح تركيا، في اللي راح هنا، في اللي راح هنا. خلاص جميل، ركز بقى معايا. يبقى ايه اللي خلى الناس تسيب سبأ وتطلع الى اجزاء متفرقة في شبه الجزيرة العربية؟ انهيار السد. انهيار السد يبقى سبب ايه؟ يبقى سبب اقتصادي. اقتصاد سبأ انهار. اقتصاد سبأ انهار بسبب ايه؟ بسبب انهيار سد مأرب، ما عادش فيه زراعة. ركز بقى معايا، سد مأرب انهار بسبب سيل اسمه سيل العرم في سورة سبأ، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين إلى آخر الآية. خلاص كده جميل. خد بالك ان انا قلت لك حاجة، مملكة سبأ مش سهلة، مهمة جدا، وعملت تغيرات وتطورات في شبه الجزيرة العربية. منها على الأقل إن هي عملت تغير ديموغرافي، تغير سكاني في السكان، وهنشوف الكلام ده طول ما بنشرح، هأكد لك الكلام ده. طيب أنت لسه بتقول حالا إن مملكة سبأ لما حصل فيها انهيار السد سكانها كلهم طلعوا وراحوا إلى أجزاء متفرقة فين؟ في شبه الجزيرة. هيطلعوا يروحوا فين؟ في اللي راح يثرب، الأنباط، الغساسنة، تدمر، وفي ناس راحت الحيرة. ايه ده بقى؟ ده راحوا كل مكان. ما عشان كده انا قلت لك عملوا ايه؟ تغير ديموغرافي، تغير في السكان. طب واحد يقول لي هم ليه راحوا يثرب وما راحوش مكة ولا؟ اقول لك راحوا يثرب لان يثرب، هقول لك بعد شوية، ان هي واحة زراعية. خلاص كده، واحة زراعية وتجارية، فكانت بتزرع، وانا طالع من مكان كنت بزرع فيه، فانا هطلع من مكان اروح مكان اقدر استثمر فيه اللي معايا، المال اللي انا طلعت بسرعة ده وهاجرت بيه. زي ما حصل الجماعة بتوع سوريا لما جه مصر، ايه اللي حصل؟ هو جه بسرعة وجايب معاه فلوسه، اقتصد في ايه واشتغل في ايه؟ سوريا غزت مصر في ايه؟ في المطاعم، في الاكل. تمام، بيعملوا اكل كويس ونفسهم كويس في الاكل والتوابل بتاعتهم، فعشان كده نجحوا. يبقى انا هنا سبق الناس اللي فيها طلعوا راحوا يثرب ليه؟ لان بيتشابهوا معاهم في الزراعة. انا بفهم في الزراعة وكنت شغال في الزراعة، فاروح مكان اقدر ازرع فيه وامارس فيه ايه؟ مهنتي. تمام، ركز بقى معايا. مملكة حمير من 115 قبل الميلاد الى 525 ميلادية، لما نيجي نطرحهم من بعض هنلاقيه ان المملكة دي استمرت حوالي 640 سنة. يبقى هي اقل الممالك اعمارا في الجنوب او في اليمن. خلاص كده يا ولاد، يبقى احنا اتكلمنا عن 3 ممالك فين؟ في الجنوب، في اليمن، مملكة معين وسبأ وحمير. خلاص كده، وقلنا اهم واحدة وعملت تغير سكاني وغيرت وأقامت حضارات في كل الأماكن اللي راحتها كانت سبأ بسكانها. طب تعالى، مملكة حمير الثالثة موقعها بين مملكة سبأ وبحر القلزم. حمير اهي ما بين مين؟ ما بين سبأ وما بين بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر. إيه بحر القلزم ده؟
ما هو بحر القلزم ده كان اسم البحر الأحمر في العصور الوسطى. هو أنا بتكلم عن إيه؟ أنا عنواني اسمه إيه؟ الفصل اسمه إيه؟ اسمه حضارات شبه الجزيرة العربية قبل أو قبيل ظهور الإسلام. يعني أنا الإسلام ظهر في العصور الإيه؟ الوسطى، صح؟ أنا بتكلم عن حضارات العصور الوسطى. ركز معايا، العصور الوسطى ظهر فيها ديانتين، الديانة المسيحية ومن بعدها الإيه؟ الإسلام. فقديما في العصور الوسطى كان في أسماء اختلفت دلوقتي. البحر الأحمر كان اسمه بحر القلزم، البحر الأبيض المتوسط كان اسمه بحر الروم. خلاص كده؟ يبقى أنت خد بالك، حمير تقع بين سبأ وإيه؟ وبحر القلزم. بتقع هنا، هو البلد اللي بتقع على بحر غالبا بيشتغلوا بإيه؟ برافو عليكم، بالصيد والتجارة، مواني بقى، تبادل ونقل بضائع، صح كده؟ جميل. بيقول لك مملكة حمير موقعها ما بين سبأ وبحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، عاصمتها مدينة ريدان اللي هي اسمها ظفار. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان شبه الجزيرة العربية كان فيها حضارات، والسبب في قيام الحضارات في شبه الجزيرة العربية هو ان كان في استمرار بشري واستقرار بشري. الاستقرار البشري والطمأنينة وان يبقى في حياة مستقرة آمنة هو اللي بيخلي البشر يبدأوا يبصوا حواليهم ويستثمروا ويستغلوا الموارد المتاحة فيقيموا حضارة. وقلنا ان العرب استوطنوا فيها، اسمها شبه الجزيرة الايه؟ العربية، يبقى استوطنها العرب. والعرب دول اصلهم ايه؟ أمة سامية نسبة الى سام بن نوح. طب هل يا ترى شبه الجزيرة العربية الحضارات اللي كانت فيها كانت منغلقة على نفسها؟ قال لك لا. معنى ان يقول لي هنا والتواصل مع الحضارات الاخرى يبقى كانت دولة ايه؟ كانت حضارات ايه؟ كانت حضارات منفتحة. جينا بعد كده واتكلمنا وقلنا ان في ممالك وفي مدن، وقلنا ان مملكة دولة او كيان سياسي متكامل وتحكم بنظام ملكي موروث زي مملكة سبأ. جميل جدا. وقلنا ان عندنا ممالك ومدن. الممالك فين؟ في شبه الجزيرة العربية في الجنوب والشمال، فوق وتحت او تحت وفوق. في الجنوب في اليمن كم مملكة؟ 3، معين، سبأ، حمير. في الشمال عندي دولتين، الشام، ركز معايا، عندي فوق الشام والعراق. الشام فيها كم مملكة؟ 3، الأنباط تدمر من الشمال إلى الجنوب، والغساسنة وإيه؟ والأنباط. تعالى في العراق في مملكة اسمها الحيرة. جميل جدا. خدنا كده ال3 ممالك اللي موجودين فين؟ في اليمن في جنوب غرب شبه الجزيرة الايه؟ العربية. طب تعالى اما افصل لك ما بين الممالك اللي في الجنوب والممالك اللي في الشمال. انا نازل، انا جايب من تحت لفوق، من تحت لفوق. فخدت اليمن لقيت فيها 3 ايه؟ 3 ممالك. من الجنوب يبقى ايه؟ يبقى حمير وسبأ وايه؟ ومعين. هطلع فوق شوية في الوسط هلاقي مين بقى؟ هلاقي المدن. كم مدينة؟ 3 مدن غرب شبه الجزيرة العربية. المدن في الغرب، يبقى أنا عندي ممالك في الشمال وفي الجنوب، والمدن فين؟ في الغرب. بلاد الحجاز فيها كم مدينة؟ 3. مكة فوقيها في الشمال، شمالها يثرب وجنوبها الطائف. خلاص كده؟ بص كده معايا، مدن غرب شبه الجزيرة العربية بالحجاز شكلت مناخا حضاريا قبيل ميلاد الرسول وظهور الإسلام. من أشهرها مكة المكرمة، يثرب، الطائف. تعال يلا نتكلم عن مكة المكرمة. بيقول لك من أشهر مدن الحجاز. الحجاز، بلاد الحجاز، السعودية. ناس أيام زمان لما يروح الحج يقول لك ده راح الحجاز. جميل قوي. مكة يا ولاد لها أهمية اقتصادية وتجارية ودينية. يا ترى إيه السبب؟ تعال نشوف مع بعض. أهمية اقتصادية، موقعها المتميز على طريق القوافل بين الشام واليمن. لما تيجي تبص معايا
ادي الجنوب تحت وادي الشمال هنا. تعالى تعالى بص معايا في الخريطة دي كده، بص كده، هنا ايه؟ هنا في الجنوب تحت اليمن. طب انا عايز اطلع اروح الشام، همر على مين؟ همر على مكة. طب من الشام عايز ارجع اليمن، همر على مين؟ على مكة. اذا مكة تقع في طريق الايه؟ القوافل والتجارة، فعشان كده لها ايه؟ لها اهمية اقتصادية، موقعها المتميز على طريق القوافل بين الشام في الشمال وبين اليمن في الجنوب. هي في النص هنا في الطريق، كأنك طالع من محافظة لمحافظة، من الطريق كله ما فيش عليه غير بنزينة واحدة هي اللي تفول وتمون منها، فيبقى لها أهمية وعليها زحمة ومهمة جدا. وخلي بالك معنى ان هي تبقى اللي بيطلع من الجنوب للشمال يجي لها واللي من الشمال للجنوب يجي لها وهي في النص، اذا هي هتكتسب افكار من الناس دي وهتعرف تعدد الثقافات. خلاص كده؟ كويس جدا. 2. تنظيمها للرحلات التجارية مثل رحلتي الشتاء والايه؟ والصيف. احنا نعرف زي ما ربنا قال في القرآن لإيلاف قريش إيلافهم رحلات الشتاء والصيف. الشتاء كان في اليمن والصيف كان في الشام. ليه؟ بما تفسر. ليه؟ بما تفسر رحلة الشتاء كانت في اليمن والصيف كانت بتبقى في الشام. الإجابة عكس سقوط الأمطار وهبوب الرياح علشان يعرفوا يمشوا بالقافلة، فكانوا بيعكسوها مع سقوط الأمطار. خلاص كده؟ كأنك عايز تعمل فرح فتقول في الصيف عشان يبقى الجو كويس. خلاص كده؟ جميل. كان فيها أسواق تجارية مثل سوق ذي المجاز ومجنة. يبقى تاني مكة من أشهر مدن الحجاز، لها أهمية اقتصادية تجارية دينية. ليه؟ موقعها المتميز على طريق القوافل اللي جاي من الجنوب من اليمن رايح الشام في الشمال، واللي جاي من الشام نازل للجنوب في اليمن بيمر عليها. 2. فيها أسواق تجارية. خلاص كده؟ مثل سوق ذي المجاز ومجنة. كان فيها رحلات تجارية مثل رحلتي الشتاء والصيف. طيب اعظم حاجة موجودة عامله لها الشهرة دي كلها ان كان فيها الكعبة المكرمة بيت الله الايه؟ الحرام، مما اعطاها اهمية دينية. يبقى دي الاهمية الدينية. خلاص كده؟ وهنا التجارية وفوق الاقتصادية. من اشهر قبائلها قريش. اظن وانا بتكلم في مكة انا بتكلم في كلام ومعلومات عامة الناس كلها عارفاها. خلاص كده؟ ركز ان هي من اشهر مدن الحجاز ولها اهمية اقتصادية وتجارية ودينية. تحفظ لي اسم الاسواق اللي فيها وتحفظ لي رحلتي الشتاء والصيف. كويس جدا. تاني مدينة موجودة في غرب شبه الجزيرة العربية، يثرب. تقع شمال مكة. ايوه ما انا عارف، ما انا قلت مكة هنا فوقيها يثرب في الشمال، تحتها في الجنوب الطائف. خلاص كده؟ تعد واحة زراعية ومدينة تجارية. ليه؟ واحة زراعية عشان كده هاجر إليها أهل سبأ اليمن، لأنهم كانوا بيشتغلوا بالزراعة بسبب السد. فلما السد انهار طلعوا لبلد أو لمدينة فيها نفس المهنة اللي كانوا بيمتهنوها عشان يقدروا يكملوا فيها. ومدينة تجارية ليه؟ بما تفسر. أقول له لأنها أيضا تقع على طريق القوافل بين اليمن ومكة والشام. هي كمان في طريق القوافل، فبيعدي عليها القوافل، فعشان كده مهمة تجاريا. خلاص كده؟ تمام. عاملة زي ليه قناة السويس لها أهمية اقتصادية ولها أهمية تجارية. ماشي، اقتصادية خلاص عارفين، تجارية لأنها وسط بتربط دول، بتربط قارات ببعضها.
خلاص كده، فعشان كده لها أهمية. طيب أنا عندي هنا اللي جاي من الجنوب اليمن رايح الشمال الشام أو العكس، لازم يمر على مدن الحجاز، لازم يمر على يثرب، لازم يمر على مكة، فعشان كده هي أيضا إيه؟ لها أهمية تجارية. سكنتها قبائل عربية أشهرها الأوس والخزرج. عارفين الكلام ده كويس جدا، إن أول ناس كانوا موجودين فين؟ في يثرب، ومن أكبر القبائل اللي موجودة هناك، من أكبرها تمام وأعرقها. وطبعا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح بدأ يوفق بين الأوس والخزرج إلى آخره، وهنتكلم في الباب الثاني في الموضوع ده. الأوس والخزرج الذين هاجروا إليها بعد انهيار سد مأرب. خد بالك هنا بقى، يبقى الأوس والخزرج قبائل يمنية لأنهم من سبأ، صح كده؟ جميل. والكلام ده على فكرة كلام حقيقي. اللي سافر المدينة المنورة يلاقي معظم الناس هناك يمنيين الأصل. يعني أكبر مصنع في المدينة صاحبه يمني، وغير كده حاجات كتير. ففعلا القبائل دي عريقة هناك، لكن أصلهم يمني، أصلهم من مملكة سبأ. ركز معايا، أنا عايز أسأل سؤال هنا. لو أنا قلت لك كده انهيار سد مأرب كان وبالا على البعض ومجالا للحضارة على البعض الآخر، بالبلدي انهيار سد مأرب كان إيجاب وحلو على ناس، وكان سلب ووحش ومصيبة على ناس تانيين. انهيار سد مأرب يا ولاد، انهيار سد مأرب كان بالسلب على سكانها. على سكان مين؟ سبأ. انهيار سد، الناس كلها تفرقت، الناس كلها هجرت. لكن بالرغم من كده هم هجروا وطلعوا لممالك ومدن عملوا فيها اقتصاد وعملوا فيها حضارة. يبقى كان انهيار سد مأرب ايجابيا على مدن وممالك، مدن الحجاز وممالك الايه؟ الشام والعراق في الشمال. تمام كده؟ لان هم جايين اصلا من مملكة متحضرة وزراعية واقتصاديا عالية، معهم اقتصاد. فعشان كده لما هم تفرقوا وراحوا الاماكن دي، ده كان بالايجاب على الممالك اللي راحوها. خلاص كده؟ تمام. بعد كده الطائف، هو ما كتبش غير كلمة واحدة، تقع جنوب مكة. لكن احنا حطينا معلومات إثرائية للناس هنا، ركز معايا كده. يثرب أطلق عليها هذا الاسم قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الصحابة والتابعين ومن بعدهم بقرون كثيرة أطلقوا عليها المدينة النبوية، عشان كده المسجد الإيه؟ النبوي. يبقى كان اسمها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يثرب، وذكرت في القرآن يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. خلاص؟ والنبي غادر من مكة رايح فين؟ الهجرة إلى يثرب. أما بقى الصحابة والتابعين ومن بعدهم بقرون بعد وفاة النبي سموها المدينة الإيه؟ أطلقوا عليها المدينة النبوية، فيها المسجد النبوي. أول من أطلق عليها المدينة المنورة هم العثمانيون. معلومة خد بالك منها. تمام. طب هو هنا في الكتاب وهو بيتكلم عن الطائف ما قالش غير تقع جنوب مكة. ما هي تقع جنوب مكة، لكن ممكن ناخد معلومة تقول تقع الطائف فوق جبل غزوان على ارتفاع أكثر من 1700 متر، عشان كده جوها حلو. اللي بيروح الطائف جوها جميل، 1700 متر فوق مستوى سطح البحر، لذلك تميزت بمناخها المعتدل. 2 بالزراعة، خاصة زراعة العنب. وقريش يا ولاد كان لها مزارع في الطائف، وقد سكنتها قبيلتي ثقيف وهوازن. خلاص، وعملوا بالتجارة. دي معلومة عن الطائف. يبقى احنا كده اتكلمنا عن مدن غرب الحجاز، عن مدن غرب شبه الجزيرة العربية اللي هي بلاد الحجاز. كم واحدة؟ 3 بالترتيب.
من الشمال إلى الجنوب، يثرب، مكة، الطائف. مكة من أشهر مدن الحجاز ومن أشهر البلاد المعروفة في الحجاز. خلاص كده؟ طب هل يا ترى ليه؟ قال لك لأن لها أهمية اقتصادية وتجارية ودينية. اقتصادية، تقع على طريق القوافل بين الشام واليمن من الجنوب إلى الشمال والعكس. 2، فيها أسواق، موقعها كويس متميز، وفيها أسواق تجارية زي إيه؟ زي سوق ذي المجاز ومجنة. وكانت تنظم رحلات مثل رحلتي الشتاء والصيف. خلاص كده؟ طب فين الأهمية الدينية؟ أنت عايز إيه بعد بيت الله الحرام الكعبة المشرفة فين؟ في مكة. بعد كده طلعنا فوق شمال مكة، يثرب اللي هي المدينة المنورة الآن، واحة زراعية. أنا عايز أدي هنا سؤال، سين وضح أوجه الشبه والاختلاف بين مكة ويثرب. ايه الشبه والاختلاف بين مكة ويثرب؟ الشبه، الاتنين لهما أهمية تجارية، الاتنين يقعان على طريق القوافل. حلو قوي. امال ايه الاختلاف؟ الاختلاف بين مكة ويثرب ان يثرب اللي هي المدينة زراعية، اما مكة لا، ليست زراعية. هي اصلا وعورة السطح في مكة كان بيخليها بلد غير زراعية اصلا، الجبال. خلاص كده؟ تمام. يبقى في اوجه شبه واوجه اختلاف بين يثرب ومكة. تعالى هنتكلم بعد كده عن ممالك الشمال. برافو عليك. عايز اسال سؤال وعايزك ترد عليا. ممالك الجنوب ايه؟ في اليمن، جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، كم مملكة؟ 3. قولهم من الشمال إلى الجنوب: معين، سبأ، حمير. طب ممالك الشام، يلا بينا بقى. الشام والعراق، الشام شمال شبه الجزيرة العربية. تعال نشوف ممالك شبه الجزيرة العربية. قامت على أطراف الصحراء العربية، ما هي فوق في الشمال. خلاص؟ قامت عدة ممالك عربية كانت حدا فاصلا بين بلاد العرب وبين دولتي الفرس والروم. ادي الممالك، ركز معايا. هشتغل على الشمال. هشتغل على ايه؟ على الشمال. الشمال شمال شبه الجزيرة العربية. هتكلم عن الممالك اللي ظهرت في الشام وعن المملكة الموجودة فين؟ في العراق. ركز بقى معايا. عند مين؟ في الشام عند تدمر والغساسنة والأنباط. وعندي في العراق مملكة واحدة اسمها الحيرة. بص بقى معايا على ممالك الشمال. هي حدا فاصلا بين الفرس والروم اللي هي الدولة البيزنطية، فالممالك يا ولاد في شمال شبه الجزيرة العربية حد فاصل في النص ما بين دولة الفرس ودولة الروم. عشان كده ان هي حد فاصل، الممالك بتاعتنا في شبه الجزيرة فوق في الشمال حد فاصل ما بين بلاد العرب وبين دولتي الفرس والروم. اول مملكة في الشمال في الشام اسمها مملكة تدمر. من اشهر ملوكها الملكة زانوبيا، والتي اشتهرت بذكائها واستطاعت بسط سلطانها، يعني فرض سلطانها على الدولة الرومانية الشرقية. خلاص كده؟ ماشي. وان هنا خد بالك ان مملكة تدمر اشتهرت بايه؟ واحد، بثرائها، غنية، مبانيها فيها فخامة، وكانت مبانيها بيغلب عليها الطابع الاغريقي الروماني. السبب او السؤال ليه؟ لقربها من الروم.
الموقع الجغرافي بتاعها حتم عليها ان هي تبدأ تاخد افكار في البناء من الدولة الاقرب لها. الدولة الايه؟ الرومانية. يعني الناس هنا لو عايزة تعمل يعني وقت ما واحد بيعمل بيت مختلف عن بيوت المصريين شوية، يقول لك عامل زي السعودية، زي الكويت، البلد اللي هو طلعها او جنبنا، لكن ما بعملش بيت يقول زي البرازيل. فهم تشبهوا بالمدن الإغريقية والرومانية في الطابع الخاص بالمباني. ليه؟ لقربهم الجغرافي من بعض. خلاص كده؟ طيب، مملكة الأنباط هو ما قالش حاجة عليها، هو قال بالشام، الكتاب قال كده بس. لكن أنا عايز أزود لك هنا معلومات، خد بالك. بقول لك خد بالك إن الأنباط واحدة من الممالك العربية القديمة ازدهرت في شمال الجزيرة العربية، عارفين ما هي فوق جنوب بلاد الشام، ما احنا عارفين ان هي تحت، لان تضمر الغساسنه الانباط. فعشان كده ادي بلاد الشام، وهنا تضمر في النص الغساسنه، وتحت في الجنوب، فهي تقع فين؟ في جنوب بلاد الشام. وده كان في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني ميلاديا. فانا اديتك معلومه عليها، بقول لك قامت مملكة الأنباط على مفترق طرق القوافل، مما أعطاها أهمية تجارية، وكانت عاصمتها البتراء، ومن أشهر ملوكها الحارث الثالث. خلاص كده؟ يبقى أنا عندي كده، ركز معايا، أنا أخدت كام واحدة دلوقتي؟ أنا أخدت 2، هم مين؟ تدمر والأنباط. أمال أنت سايب اللي في النص ليه؟ بص بقى، عايز أقول لك على حاجة هتعجبك قوي. الغساسنة في الشام لها أهمية زي ما سبق في اليمن كان لها أهمية. تعال معايا كده، بص معايا كده. مملكة الغساسنة آخر مملكة في الشام فوق. الشام فيها كم مملكة؟ 3: تدمر، الغساسنة، الأنباط. عملنا تدمر والأنباط، سيبنا اللي في النص الغساسنة كبيرة شوية، فيها ترتيب شوية، ركز معايا. مهمة في الشام زي ما سبق مهمة فين؟ في اليمن. مملكة الغساسنة بالشام من 220 ميلادية ل 638 ميلادية. تعال بقى يا باشا، نشأتها أصلها إيه؟ ترجع إلى قبائل الأزد. منين القبائل دي؟ هجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب. ياه، ده انهيار السد كان له دور هام في الشام وتقدمها. انهيار السد، لسه قايل لك من شويه، القبائل طلعت من سبأ وراحت لاجزاء متفرقه في شبه الجزيره العربيه، اللي راح يثرب، اللي راح الانباط، اللي راح الغساسنه، اللي راح تدمر، اللي راح الحيره، كل ده يا اولاد. ففعلا سبأ لها فضل على الاماكن دي، لانها صدرت لهم ناس اقتصاديا اغنياء وعقليا افضل، لان عملوا حضاره هناك كويسه جدا، ومهنيا لانهم كانوا يشتغلون بالزراعه. شوف كده، التي هاجرت من اليمن بعد انهيار سد مأرب واستقرت في بادية الشام. بادية يعني صحراء. طب عاصمتها؟ تعددت عواصمها، وكان آخرها مدينة الجابية في الجولان، سوريا. مش مع نهاية القرن السادس الميلادي ضعف حكام مملكة الغساسنة. اقف هنا لو سمحت. طالما قلت ضعف، اعرف ان هي هتسقط، سقوط الدولة او المملكة. في الفاظ في التاريخ لما تقراها تبقى انت متنبئ بالنتيجة اللي بعدها. المقدمة بتقول ضعف حكام الغساسنة، يبقى ايه بعدها؟ هتسقط. خلاص كده اهو، ضعف حكام مملكة الغساسنة، وكان اخر ملوكها مين؟ جبلة ابن الايهم. عمل ايه بقى حضرته؟ كان بيساند الروم في مواجهة المسلمين. الله، يعني جبلة، يعني الغساسنة تحالفوا مع الروم طبعا. طب بما تفسر؟ بما تفسر تحالف الغساسنة مع الروم؟
سهلة خالص. بسبب الموقع الجغرافي. قربهم من بعض خلاهم يعملوا كده. بص كده يا حبيبي، بصوا كده يا ابطال معايا، فين الغساسنة؟ اهي قريبة من مين؟ من الروم. خلاص كده، فتحالفوا معاها، تحالفات، خلاص، معاهدات، تحالفوا مع الروم. خلاص كده. شوف بيقول لك ايه: الذي ساند الروم في مواجهة المسلمين في موقعة اليرموك عام 13 هجرية 634 ميلادية. معنى ان اقول لك ان الغساسنة تحالفوا مع الروم ضد المسلمين، تفهم ان الغساسنة ما كانوش مسلمين. تمام كده؟ الغساسنة كانوا مسيحيين أرثوذكسية كمان. خلاص كده، كانت الطائفة دي كمان، فكانوا مسيحيين وعملوا تحالف مع الروم ضد المسلمين. خلاص كده. لكن بفضل الله انتهت المعركة بالموقعة بتاعة اليرموك دي بانتصار المسلمين، وبعدها أصبحت الغساسنة جزء من الدولة الإسلامية. يبقى أنا هنا أدي سؤال وأقول: وضح أوجه الشبه والاختلاف بين الغساسنة والحيرة. وهقف هنا لغاية ما أديك الحيرة واشرحها لك، وبعدين نيجي عليها على طول. كده خلصنا الثلاث ممالك اللي فين؟ اللي في الشام. تعال نشوف مملكة الحيرة اللي في العراق. مملكة الحيرة اللي في العراق أصلها ونشأتها نشأت في القرن الثالث الميلادي. شوف، تاني وتالت ورابع، نتيجة هجرة القبائل اليمنية إليها بسبب انهيار سد مأرب. العاصمة بتاعتها الحيرة، وده جنوب الكوفة حاليا، خلاص، في العراق، غرب نهر الفرات. بص معايا كده، احنا عارفين العراق فيها نهر دجلة ونهر الايه؟ الفرات. نهر الفرات غربه مين؟ الحيرة. خلاص كده، جميل. ما تنساش ان الغساسنة قريبة من الروم، والحيرة قريبة من مين؟ من الفرس. اللي هيحصل: الغساسنة تحالفت مع الروم، الحيرة هتتحالف مع مين؟ مع الفرس. مملكة الحيرة أصلها نشأت في القرن الثالث الميلادي نتيجة هجرة القبائل اليمنية إليها، وعاصمتها الحيرة جنوب الكوفة غرب نهر الفرات. أشهر ملوكها النعمان ابن المنذر. أشهر ملوكها النعمان ابن المنذر. كانت مملكة الحيرة تابعة للدولة الساسانية الفارسية. الفرس كانت تابعة لهم تابعة يعني في تحالف، وكانت تساندها في الحروب ضد مين؟ الروم وحلفائهم اللي هم كانوا مين؟ الغساسنة. يبقى أنا هنا أوجه الشبه والاختلاف بين الغساسنة والحيرة. الشبه: الاتنين عملوا تحالفات. الشبه: الأصل العرقي عرب. لذلك كمان أنا ممكن أقول لك ما تقول لي إيه الشبه. لو أنا جيت قلت لك كمان وضح الشبه، وضح الشبه بين ممالك الشام. التلاتة أصل عرقي عرب. خلاص كده؟ طيب، دلوقتي كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول أنا عايزك توضح لي فين أوجه الشبه والاختلاف بين الغساسنة ومين؟ والحيرة. الشبه إن الاتنين عملوا تحالفات. الغساسنة عملت تحالف مع الروم بسبب قربها والموقع الجغرافي، والحيرة عملت مع بلاد الفرس بنفس الفكرة بسبب الموقع الجغرافي. خلاص كده؟ الشبه بين الغساسنة والحيرة: الغساسنة عملت تحالف والحيرة عملت تحالف، بس دي عملت الغساسنة تحالف مع الروم، أما الحيرة في العراق عملت تحالف مع مين؟ مع الفرس. السبب قربهم والموقع الجغرافي هو اللي خلاهم يعملوا تحالفات. خلاص كده؟
ركز بقى في الحتة اللي جاية. بيقول لك كانت مملكة الحيرة تابعة للدولة الساسانية الفارسية اللي هي الفرس، وكانت بتساندها في الحروب ضد الروم وحلفائهم هم الغساسنة. يعني الاتنين كانوا ايه؟ ضد بعض. حتى فتحها المسلمون واصبحت جزءا من الدولة الايه؟ واصبحت جزءا من الدولة الاسلامية. ركز بقى معايا. يبقى احنا كده خلصنا. خلي بالك الاتنين سقطوا خلاص كده، وبقوا ايه؟ وبقوا جزء من الدولة الاسلامية. طيب يبقى احنا خدنا في المحاضرة الاولى النهاردة واحنا بنتكلم عن ممالك ومدن شبه الجزيرة العربية، اتكلمنا عن ممالك في الجنوب في اليمن. خلاص كده جنوب غرب شبه الجزيرة العربية عندنا في اليمن 3 ممالك، قلنا معين، سبأ، حمير. وقلنا عندنا في الشمال ممالك 3 في الشام، تدمر، الغساسنة، الأنباط، واحدة في العراق اسمها الحيرة. أما المدن كانت فين؟ كانت في غرب شبه الجزيرة العربية، مكة، شمالها يثرب اللي هي المدينة المنورة الآن، وجنوبها الطائف. خلاص كده بصينا على الممالك في الشمال وشفنا التحالفات الموجودة. ان الغساسنة تحالفت سياسيا، دي السياسة الخارجية بقى، التحالف السياسي اللي هو بيعتبروه دلوقتي السياسة الخارجية، تحالفت سياسيا مع الروم بسبب الموقع الجغرافي وقربهم. وبرضه الحيرة تحالفت مع مين؟ مع بلاد الفرس. وفي الاخر الاتنين سقطوا وبقوا جزء من الدولة الايه؟ الاسلامية. دي كانت اول محاضرة تعريفية بسيطة لمادة التاريخ للصف الثاني الثانوي. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم بقى عن مظاهر الحياة في شبه الجزيرة العربية، كانوا عايشين ازاي. نتكلم عن الحياة السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والتجارية والزراعية الفكرية العلمية، كل ده هناخده الحصة الجاية وهناخده المحاضرة الجاية. هيبقى سهل جدا. نشوفكم على خير يا أبطال. شد حيلك، ذاكر معايا، التاريخ أسهل مما تتخيل. السلام عليكم.